لو مش متخيل حجم المشكلة فين، المشكلة دي بتأثر على كل شخص عنده بيزنس تقريبا، اي حاجة متعلقة باي مدفوعات اونلاين. مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة. الحلقة دي الحقيقة اتأخرت شوية، بس التغيرات اللي بتتم في موضوع استخدام العملة في مصر لازم نتكلم فيها مع بعض. الحقيقة طبعا احنا من شهر تقريبا او من اكتر من شهر شفنا ان تم وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر او بطاقات الحسابات الرئيسية في اي معاملات خارج الدولة. ودلوقتي كمان بدأنا نشوف الناس النهارده جالها بعض الرسائل بتقول ان هيتم كمان وقف بطاقات الكريدت كارد، بطاقات المشتريات لحد $250. فواضح كده ان السياسة ماشية ان هيتم ايقاف العملة الاجنبية بالكامل في مصر. في الفيديو ده في النهاية انا هقول لك على حل تقدر تعمله او حلول تقدر تعملها خارج الصندوق شوية، تقدر الى حد ما تلحق الوضع الراهن وتقدر تتحرك في حلول قبل ما نوصل لمرحلة ان انت مش هتقدر تعمل اي معاملات من جوه مصر. لان انت لو مش متخيل حجم المشكلة فين، المشكلة دي بتأثر على كل شخص عنده بيزنس تقريبا، اي حاجة متعلقة باي مدفوعات اونلاين. وغير كده كمان انت عندك حاجة مثلا زي بعض الابليكيشنز المصرية، انت بتيجي تدفع المعاملات دي بالجنيه المصري بتترفض ليه بقى؟ لان الاماكن او الشركات اللي عامله الابليكيشنز دي موجوده بره مصر، والمعاملات الحقيقه اللي انت بتعملها دي بيتعمل لها بروسيسنج او بتتم، يعتبر الفلوس بتتحول بره، بس هو بيتيح لك ان انت تدفع بعمله بلدك. زي مثلا تطبيق زي تطبيق شاهد كان باعت لي من كام يوم ان انا ادفع ثمن الاشتراك بتاعه. ثمن اشتراكه ده حوالي 40 جنيه حاجه زي كده، بحاول ادفعه ببطاقات البنوك العاديه، الخصم المباشر، بطاقات المرتب، مش بيتم الدفع وكان بيرفض. واكتشفت ان هو قبل معايا ببطاقات الكريدت. دي حاجه بقى اسمها International Transactions Paid by Local Currency، دفع المعاملات الدوليه عن طريق العمله المحليه. دي بعض المنصات بتتيح لك الموضوع ده، بس ده مش معناه ان انت لو معاك فيزا جنيه مصري تقدر تدفع بيها للاماكن دي بالجنيه المصري. لا، هي مش هتتيح معاك، لان في الاول وفي الاخر المعامله دي هتروح لمكان خارج الدوله، وعلى فكره كمان بيكون عليها رسوم، حتى وانت دافعها بالجنيه المصري هيكون عليها رسوم وبس. فطبعا الموضوع هيسبب مشكله كبيره جدا. عندك بعض الابلكيشنز العاديه اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليوميه زي شاهد، نتفليكس، اي حاجه زي كده تلاقيها بتدفع بالجنيه المصري، هتلاقي فيها بعض المشاكل في الدفع وبس. طبعا مأثر معانا في كل شيء بقى، اي معاملات بتتم على الموبايلات، اي حاجه خاصه بالستور، لو انت بتنزل حاجه من على متجر العاب، بتدفع اي حاجه على النت هتلاقي في مشاكل فيها، حتى لو بتدفع بالجنيه المصري. زي لو انت مثلا بتدفع اشتراك تطبيقات عندك، العاب، اي حاجه انت بتعملها اونلاين بتحاول تدفع فيها، هيتم رفض الفي اس دي بشكل كامل فيها. فطبعا مشكله كبيره جدا ومسببه مشاكل لناس كتيره جدا، حتى الناس اللي بتعمل دعايه على الفيسبوك دلوقتي بتواجه مشاكل. والحلول البديله ان هم يروح مثلا يتكلم مع وسيط او حاجه زي كده، بحيث هو يدفع له، عشان هو مفيش يعني هو مش قادر يدفع الاعلانات، فيضطر يدور على وسيط ياخد منه عموله وهكذا، والتكلفه بتزيد على الكل. طيب الحلول ايه في الموضوع زي ده؟ الحلول الحقيقه كان الحل الاول ان انت تروح تقدم على بطاقه كريدت كارد، بطاقة ائتمان، بطاقة مشتريات، دي كلها مسميات ليها. وهي ببساطة ان البنك يعني بدل ما يدي لك 10,000 ككارد، لا هو بيدي لك ال 10,000 في شكل بطاقة انت بتستخدمها، وبيكون ليها اوقات سداد معينة وحاجات زي كده. ممكن ترجع تشوف الحلقة الكاملة بتاعة الكريدت كارد او بطاقة المشتريات، احنا عملنا عليها حلقة كاملة قبل كده. طيب فده الحل الاول، ان انت تطلع بطاقه كريدت كارد، بس بعض البنوك هتطلب منك ان انت تسيب وديعه جوه البنك عشان تقدر تدي لك البطاقه دي، لان زي ما قلت لك هي زيها زي الكارد، مش هتقدر تديها لك بدون ضمان، او ان راتبك يكون بيتحول على البنك ده فتقدر تاخد منهم البطاقه او الفيزا دي او الكريدت. دي الحالتين اللي ممكن تاخد فيهم. ظهر بقى مؤخرا واللي هي تعتبر فكره شويه خارج الصندوق، فكره البنوك الالكترونيه اللي هي بتقبل ان انت تقدر تشحنها بمبالغ وبعدين تحول المبالغ دي او تدفع بيها بره، لان يعني واضح كده ان السياسه ماشيه ان هيتم ايقاف المعاملات الاجنبيه بشكل كامل في مصر. فده هيوقع البيزنس هيوقع الدنيا عند ناس كتيره جدا 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 فوق ما تتخيلوا. لو انت مش مضرور دلوقتي، بس هتلاقي الضرر هيجيلك بشكل او باخر بطريقه تانية. ففي مثلا بعض البنوك الالكترونيه زي بيبال بيسمح ان انت تقدر تشحنه برصيد، والرصيد ده ممكن تستخدمه في اي مدفوعات تانية اونلاين، او ان انت تحول منه، تستقبل عليه تحويلات من بره وتحولها على حسابك المصري، مفيش مشكله. المهم ان هو هيبقى ايه، زي وولت او محفظه، عامل زي فودافون كده، تحط فيه فلوس تسحب منه، تحط فيه فلوس تسحب منه، بس الفكره كلها ان هيكون بعمله اجنبيه. فدي بعض الحلول المتاحه حاليا ان انت ممكن تعملها.
تشحن الرصيد المحفظه دي او بيبال، وبعدين تبدا تستخدمها في مدفوعات خارج البلد لو في مدفوعات، او تحط فيها رصيد، او لو انت مثلا محتاج تعمل معامله ب $500 وعندك الليميت على البطاقات بس 250. فالحل ان انت تفضل تعمل ايداع في شهرين متتاليين، وبعد كده تقدر تعمل ايه، تعمل الدفعه اللي انت محتاج تدفعها دي. وفي حل صحيح بالمناسبه، في حل من الحلول ان انت تفتح حساب بالدولار في البنك، بس طبعا هيقابلك بعض المشاكل في ايداع الدولار وان انت حتى تجيب الدولار، الا اذا كنت انت بقى بتشتغل في مجال اصلا هو بيوفر لك دولار او بيتم تحويل دولار ليك من بره، بتشتغل فريلانسنج، بتشتغل اي حاجه بتجيب لك عائد بالعمله الاجنبيه، دي حاجه تانية تقدر تفتح حساب دولار وتستخدمه في المعاملات اللي انت عايزها، مفيش فيها مشكله. الله اعلم الموضوع مستمر معانا لحد امتى، بس هو يعني المؤشرات بتقول ان الدنيا مش احسن حاجه الحقيقه في موضوع العمله ده. والحقيقه اي حلول تانية مكلفه جدا، انما حاليا بالنسبه للناس يعني هي الكريدت هي المتاحه، بطاقات الائتمان فقط هي المتاحه وبس. فيعني نتمنى ان الموضوع ما يطولش كتير، ودي كانت بعض الحلول كده اللي ممكن تعملوها عشان نخرج من الموضوع ده. اشوفكم الحلقه الجايه.